السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم كاملين متابعين الأوفياء في قناة ماروك سيتي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبداو، إذا كنت أول مرة كتزور القناة ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس وتعطينا لايك للفيديو، حيث دعمكم هو اللي كيشجعنا باش نستمروا ونقدموا لكم آخر الأخبار ديال المنتخب المغربي أول بأول وبأسرع وقت وبأفضل جودة. اليوم غادي نهضروا على آخر المستجدات اللي جاية من معسكر المنتخب المغربي قبل المواجهة الكبيرة والمنتظرة أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026. مباراة حبسات الأنفاس، والجمهور المغربي كامل كيتسناها بفارغ الصبر، لأن الحلم ما زال مستمر، وأسود الأطلس عندهم فرصة جديدة باش يكتبوا صفحة أخرى من التاريخ. آخر الأخبار كتأكد بأن المنتخب المغربي فرض سرية كبيرة على جميع التحضيرات دياله. الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي قرر ما يخليش حتى معلومة تخرج بسهولة، سواء على التدريب أو على الحالة الصحية ديال اللاعبين. هذا القرار ما جاش من فراغ، ولكن الهدف دياله هو الحفاظ على التركيز ديال المجموعة كاملة، وما يعطي حتى فرصة للمنتخب الفرنسي باش يعرف كيفاش غادي يلعب المنتخب المغربي. في الأيام الأخيرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما بقاتش كتنشر التفاصيل اللي تعود عليها الجمهور، وحتى الصحافة ما بقاتش عندها إمكانية تدخل للحصص التدريبية كما كان من قبل. التدريب كلها ولات مغلقة، واللاعبين كيخدموا بهدوء وبعيدين عن الكاميرات باش يكون التركيز كامل على هذه المباراة التاريخية. هذا السرية خلات حتى الإعلام الفرنسي يبدأ يطرح بزاف ديال الأسئلة. الجميع باغي يعرف شنو كيوقع داخل معسكر المنتخب المغربي، ولكن الطاقم التقني محافظ على جميع الأسرار. وهنا كيبان بأن محمد وهبي باغي يفاجئ المنتخب الفرنسي بخطة جديدة، وما يخليش المنافس يعرف الطريقة اللي غادي يعتمد عليها من البداية. من أكثر المواضيع اللي شغلت الجمهور المغربي هي الحالة الصحية ديال إسماعيل سيباري. اللاعب خرج مصاب خلال المباراة الأخيرة ضد كندا، وهذا الشيء خلق قلق كبير وسط الجماهير المغربية. ولكن إلى حدود دابا ما كاين حتى بلاغ رسمي كيأكد طبيعة الإصابة أو واش اللاعب غادي يكون حاضر ولا لا في المواجهة ضد فرنسا. الجمهور المغربي كامل كيتمنى يشوف إسماعيل سيباري حاضر، لأنه من العناصر اللي قدمت مستويات كبيرة في هذا البطولة، وقدر يبين الإمكانيات دياله سواء في بناء الهجمات أو في مساندة الدفاع والهجوم. وغياب لاعب حاله يقدر يكون مؤثر، ولكن المنتخب المغربي بين أكثر من مرة بأنه عنده مجموعة قوية، وكل لاعب كيعرف الدور دياله داخل الملعب. ماشي غير سيباري اللي كيتحول الغموض، حتى المدافع شادي رياض مازال الوضع دياله ما واضحش بشكل كامل. المدرب محمد وهبي سبق وقال بأن الإصابة دياله ما كداعش للقلق، ولكن ما عطاش تفاصيل كثيرة، وهذا الشيء خلى الجماهير تتساءل واش اللاعب جاهز 100% ولا مازال محتاج وقت أكثر باش يرجع. اللي مؤكد هو أن المنتخب المغربي داخل في مرحلة دقيقة جدا، وكل تفصيل صغير كيقدر يصنع الفرق. المباريات ديال ربع نهائي كأس العالم ما فيهاش الأخطاء، وكل قرار كيكون محسوب سواء في الاختيارات أو في الخطة أو حتى في طريقة التعامل مع الإعلام. المنتخب الفرنسي من جهته كيعرف بأن المهمة ما غاديش تكون سهلة. الجميع شاف المستوى الكبير اللي قدموه أسود الأطلس خلال البطولة، والروح القتالية اللي كتميز هذه المجموعة. المنتخب المغربي ما بقاش منتخب كيشارك فقط، ولكن ولا منتخب كينافس على أعلى مستوى، وكيجبر أكبر المنتخبات تحسب ليه ألف حساب. محمد وهبي كيبان عليه هادئ، ولكن في الوقت نفسه خدام بكل تركيز. كيعرف بأن هذه المباراة تقدر تكون نقطة تحول كبيرة في التاريخ ديال الكرة المغربية، ولهذا السبب قرر يبعد اللاعبين عن جميع الضغوط ويخليهم يركزوا غير على المباراة. الجمهور المغربي بدوره عنده دور كبير، التشجيع والدعم المعنوي كيكون عنده تأثير كبير على اللاعبين. ملايين المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب غادي يكونوا واقفين مع المنتخب، وكل واحد كيتمنى يشوف الراية المغربية مرفوعة مرة أخرى في المونديال. المباراة غادي تلعب نهار الخميس مع 9 ليلا بالتوقيت المغربي، وكل الأنظار غادي تكون موجهة لهذه القمة الكبيرة. المنتخب المغربي وصل لهذا الدور بعد ما حقق فوز مهم على منتخب كندا، بينما المنتخب الفرنسي تأهل بعد ما فاز على منتخب الباراغواي. يعني المواجهة غادي تجمع بين المنتخبين عندهم الطموح يوصلوا للمربع الذهبي. السؤال اللي كيدور في بال الجميع هو واش يقدر المنتخب المغربي يكرر الإنجاز ويقصي فرنسا؟ الجواب غادي يكون داخل أرضية الملعب، ولكن اللي مؤكد هو أن اللاعبين المغاربة غادي يدخلوا بكل قوة وبكل عزيمة باش يدافعوا على القميص الوطني ويحققوا فرحة جديدة للشعب المغربي. إذا كنتوا كتشوفوا بأن المنتخب المغربي قادر يصنع التاريخ مرة أخرى، كتبوا لنا في رأيكم في التعليقات. بغينا نعرفوا توقعاتكم للنتيجة، وشكون اللاعب اللي كتنتظروا يكون نجم المباراة، وكيفاش كتشوفوا فرص الأسود في هذه المواجهة الكبيرة. وفي الأخير إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تدعموا قناة ماروك سيتي بالاشتراك، لأن الاشتراك مجاني وما كيكلفش والو، ولكنه كيساعد القناة بزاف باش تكبر وتستمر، ونواصلوا نقدموا لكم جميع الأخبار الحصرية والتحليلات وآخر مستجدات المنتخب المغربي أول بأول. كذلك فعلوا زر الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجديدة مباشرة بعد نشرها، وخلوا لايك وشاركوا الفيديو مع أصحابكم وكل عشاق المنتخب المغربي.
شكرا جزيلا على المتابعة، والله يجزيكم بخير على الدعم ديالكم. نتلاقى معكم في فيديو جديد وآخر أخبار المنتخب المغربي قبل المواجهة الحاسمة أمام فرنسا. إلى ذلك الحين خليكم دائما مع قناة ماروك سيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.